اللهم إنا نسألك البركة فيما رزقتنا، والشكر على ما أعطيتنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وقونا يا ربنا للقيام بما كلفتنا، وكلنا معينا ونصيرا يا ربنا. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل اي حاجه ما تنسوش الصلاه على النبي وتحطوا له اللايك الحلو ده. وهنعمل معاكم حلو سهل وبسيط، هنعمل معاكم صوابع زينب بطريقه تحفه وسهله خالص. وبجد يعني الشتا حلويات وحاجات حلوه كده عشان تدفينا. هنضيف بقى مج من المية على كوبايتين من السكر على كيس من الفانيليا على معلقة عسل كبيرة بالشكل ده. زي ما انتم ما شايفين، اول خطوة لازم نعملها قبل ما نبدأ في الحلويات هي ان احنا نعمل الشربات على طول ونحطه على النار عشان يبقى جاهز. زي ما انتم ما شايفين كده نقلبه معاكم وبعد كده نرفعه على النار. معانا هنا بولة حلوة كده وهنضيف فيها كوبايتين دقيق سميط اللي هو السايب ده، وكوباية دقيق تمام، وكيس من الفانيليا، معلقة صغيرة كده ممسوحة خميرة تمام، رشة من الملح، هنضيف كوباية إلا ربع سمنة أو سمنة على زيت المتوفر عندك بالشكل ده. نقلبه كويس جدا. هنمسك شوية في ايدينا كده لحد ما نلاقيها اتعملت معانا بالشكل ده، تبقى كده عجينتنا مظبوطة. مج مية دافية وهنعجنها ونلمها بالشكل ده، ما بتحتاجش عجن كتير، هنلمها بس. خدت معايا مج إلا ربع مية، هنلمها ونسيبها لمدة 5 دقايق بس، وبعد كده هنشتغل فيها على طول. لو عندك معلقة نشا يبقى حلو قوي، لكن انا ما كانش متوفر، بس مش مشكلة، عملت بيها برضه، عملت من غيرها وكانت بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين كده بالبصمة الكحك. وبنعمل الشكل ده اي شكل حاجة عندك حابة تعملها على شكله مش مشكلة، مش لازم بصمة الكحك بالشكل كده. ده زي ما انتم ما شايفين، ما شاء الله أسهل وأسرع حلو ممكن تعمليه، وفي نفس الوقت مش مكلف كتير. اهو زي ما انتم ما شايفين، يكون معانا طاسة فيها زيت خزير يعني يكون كتير، يكون على نار هادية، ما نعليش النار كده عشان يستوي معانا وما يبقاش معجن من جوه تمام. اهو زي ما انتم ما شايفين، هنا معانا الطاسة الجميلة بتاعتنا، هننزل بالصوابع كده زي ما انتم ما شايفين. ده كله على نار هادية، مش هنعلي النار خالص عشان تاخد معانا اللون الذهبي وتبقى مقرمشة كده معانا وحلوة. اهو زي ما انتم ما شايفين. اللي وصل لحد هنا بقى ما ينساش يحط لي لايك ويصلي على النبي. وهنا بقى الشربات بتاعنا كان خالص معانا، قوامه يكون ولا تخين قوي ولا رقيق قوي. اهو زي ما انتم ما شايفين، لتاني مرة كده خلصنا اول واحدة نحط تاني. ودي كانت النهاية. بسم الله ما شاء الله تحفة. عملت الكمية دي كلها بكوبايتين من الدقيق، من دقيق السميط، وكوباية من الدقيق. ما شاء الله. تقدري تعمليها لأي ضيوف أو أي حد جاي عندك، بجد سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. أتمنى منكم اللي عجبه الفيديو ما ينساش يحط لي لايك وتعليق وصلوا على الحبيب. حابة أشكر الناس المتفاعلة معايا جدا، ربنا يخليكم ويجعله في ميزان حسناتكم.